شكرا يا عم انك هتودينا الشلاق. اي خدمة، ده انتوا حبايبي، بس كل واحد يطلع 20 جنيه اجرة المواصلات. كل واحد 20 جنيه؟ لا احنا رايحين شرم الشيخ. يا عم قول له ماشي ونبقى ننزل نجري يا عم عادي. راجل نحو. لم نفسك يالا. هتعمل ايه يعني؟ انزلك من الطرمبال. ومال وانا اقول لمراتك اللي انت بتتكلم بتاعت الفجل والجرجير اللي على اول الشارع؟ ششت، يخرب بيتك فيها، خلاص اقعد اترزع. هيلتلح. كنا جبت لي المايوه. مليتش ماسك، جبتلك شكارة. عايزين نخربها يا جدعان. يلا كله يبرز بال20 جنيه اللي اتفقنا عليها قبل ما ننزل. من البداية كده اللي هيكسر حاجة في الشلاء هتحول عليها. هيذلنا بقى يا جدع. يا عم وماله، ما انت عارف اللي هو بيموت على الجنيه والطوطو جمع. قولوا له حاضر وخلاص. ماشي اتفقنا. ماشي، كل واحد 10 جنيه تأمان. يلا بقى عماد، بيب بيب بيب. بالراحة قلنا ايه؟ ايه ده، مفيش اكل هنا ولا ايه؟ ده مفيش حاجة خالص. امال هناكل ايه يا جدعان؟ هاتولنا بقى صباعين كفتة انا هقعد فيهم. انت رماها كده في اي حاجة؟ امال يعني هتاكلوا وانا هقعد اتفرج عليكم ولا ايه؟ لا طبعا عشان يجيلنا اسهال. ده مفيش على الترغيف عاش. بس بقى انا بوظت النابوليا. ده شوية خشب مسوس. خشب مسوس؟ ما انت اصلك بقى ما تفهمش في التحف. تحف ايه؟ ده عفش من ايام حرب الماس. انا بقى عايز اعرف ايه دي. دي ممكن تكون شوكة بس حجم عائلي. دي الشمعدان اللي كان على دماغ الرقاصة اللي هتقطعها منها في الفرح وحطيتها في الديكور. طب يلا نخش نريح شوية. ولا مرتبة سفنج. ولا سرير بمولة ومرتبة بالطوز يا محمود. انما على الارض السرير مش هيستحملك. يالا خلاص يا عم انزل انام تحت السرير، بس هو حد بس احسن هيتخنق.